اللي عطيتها هاد الوصفه هذه كتشكرني عليها، وحتى نتوما بغيتكم تجربوها ليا الغزالات ديالي وغادي تجيو وغادي تشكروني عليها. كتعطي نتيجه غزاله وكلشي غادي يسولك على السر. كتزول التسبغات، البقع، الاسمرار، الحبوب، واهم حاجه كتبيض. اللي عليك اختي تحيدي عليا العكز وتنوضي تهلاي ليا في راسك وجربي ليا هاد الوصفه هذه، راها ساهله والمكونات ديالها راها بسيطه ومتوفره في اي دار، فالنتائج ديالها راها مضمونه 100%. فبلا ما نطول عليكم حبيباتي، تبعوني حتى لاخر الفيديو وما تنسونيش من اللايكات ديالكم. فقبل ما نبداو الوصفه ديالنا ديال اليوم، اللي مازال ما شاركاتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس باش هكا توصل بجديد الوصفات ديالي. وكيف العاده حبيباتي ما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم. اللايكات راه ما غتخسروا والو البنات الا عملتوا لي لايك. فعلى بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. فاول مكون غادي نحتاج كيف ما كتلاحظوا معايا البنات، عندي هنايا الشبه هنايا خديتها وطحنتها حتى كتولي بهذا الشكل هذا. ممكن انكم تاخذوها جاهزه مطحونه من عند العطار، او الى عندكم هكا ماكينه اللي صحيحه كطحنوا فيها القاصح، غادي تجيبوا هاد الشبه هذه حتى للدار وغادي تطحنوها على يديكم. هي كتكون بهذا الشكل هذا البنات، كتكون على شكل احجار. وكيف ما قلت لكم الى عندكم ماكينه هكا كطحنوا فيها القاصح، ممكن انكم تجيبوها على شكل احجار وتطحنوها حتى كتولي بهذا الشكل هذا. والا ما كانش عندكم البنات ماكينه اللي غادي تطحنوا فيها الشبه، غادي تطحنوها هكا من عند العطار اولا تاخذوها جاهزه مطحونه. فالغزالات ديالي غادي ندير هكا من الشبه قياس واحد جوج معالق كبار من الشبه. بالنسبه للشبه راها غزاله بزاف البنات للبشره، كتشد ترهلات البشره وكتاخر ظهور التجاعيد والخطوط الرقيقه، وكتبيض المناطق الداكنه وكتفتح البشره بسرعه، ورائعه كذلك اللي عندهم المسام في الوجه. هنايا عندي الحنه اللي كنستعملوها للجسم، ماشي اي حنه البنات. الا غادي تاخذوا الحنه حاولوا انكم تاخذوا الحنه اللي تكون قديمه، اولا غادي تقولوا للعطار يعطيكم الحنه اللي قديمه اولا الحنه اللي كنستعملوها في التبريمات، راه هو غادي يعطيها لكم، باش هكا ما تاخذوش الحنه اللي كتكون جديده وغادي تخلي لكم اللون في الجسم ديالكم، غادي تصبغ لكم في الجسم ديالكم. فلهذا حبيباتي حاولوا انكم تاخذوا الحنه اللي تكون قديمه، باش هكا ما تخليش لكم حتى شي لون في الجسم ديالكم. وبالنسبه للحنه راها ممتازه للجسم، كتزول الجلد الميت والبقع الداكنه والحبوب اللي كيكونوا في الظهر او في اي منطقه في الجسم، وكتصفي البشره. فغادي ندير من الحنه البنات قياس واحد 3 ديال المعالق، كيف ما كتلاحظوا معايا 3 ديال المعالق من الحنه. بالنسبه للكميه راه ممكن البنات تحضروا الكميه اللي بغيتو. المهم الغزالات ديالي انا هكا كنشارك معكم المكونات، وانتوما غادي ديروا الكميه اللي بغيتو. واذا صوبتوا كميه هكا اللي هي كثيره راه ما غاديش تخسر معكم، غير حاولوا انكم ديروها في شي قريعه هكا كتسد اولا جزلافه هكا وغطيوها بابي سولوفان واحتفظوا بها في الثلاجه، راه ما غاديش تخسر معكم وغادي تبقاو تستعملوها يعني في اي وقت بغيتو. هنايا غادي نحتاج النشا او مايزينا، فغادي ندير من هاد النشا هادي قياس واحد 2 معالق. وبالنسبه للنشا البنات راها رائعه، كتنظف البشره وكتنقيها وكتبيض البشره بسرعه كبيره، ورائعه كذلك للتجاعيد وكتحافظ على رطوبه الجلد. غزاله بزاف البنات هاد النشا هادي. فغادي نحاول انني نخلط هاد النواشف هادو، غادي نخلطوهم هو الاول. غادي تحاولوا انكم تخلطوا هاد النواشف مزيان. هاد الوصفه هذا البنات راها غزاله بزاف وكتعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه. اهم شيء تحيدوا عليا العكس وتنوضوا ليا البنات وتجربوا لي هاد الوصفه هذه وتهلاو ليا في ريوسكم بالوصفات الطبيعيه. راها البنات الوصفات الطبيعيه الا ما فادوكمش راه ما غاديش يضروكم، ما عندهم حتى شي اضرار على البشره ديالكم، سواء هذا الوصفات ديال الشعر او ديال البشره او الجسم بالكامل. راه البنات ما غاديش يضروكم الا ما نفعتكمش الوصفه طبيعيه، ما غاديش تضركم. اهم شيء انكم تجربوا وتهلاو في ريوسكم. صافي هنا الغزالات ديالي من بعد ما كنخلط هاد النواشف كنحتاج هنايا الحامض. غادي نحتاج العصير ديال الحامض، غادي ندير هكا قياس نص حامضه البنات.
كيف ما غادي تلاحظوا معايا غادي نعصر هاد نص حامضه هذه كامله في هاد المكونات هادو. بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه من العصير ديال الحامض استغناو عليه او لا عوضوه بالعصير ديال الليمون، راه حتى هو غزال بزاف البنات. غادي ديروا العصير ديال البرتقال حتى هو راه حتى هو مبيض رائع كيبيض. واللي ما عندهاش حساسيه غادي تستعمل عصير الحامض بنفس الطريقه كيف ما شاركت معكم الوصفه. فكنحاول هكا كنعصر هاد الحمضه هذه بهاد الطريقه هذه حتى كنعصر منها كاع داك الماء البنات كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا من بعد ما كنعصر داك نص حامضه البنات كيف ما شفتوا معايا كنزول هنايا دوك العظيمات ديال الحامض. من بعد غادي نخلط هاد المكونات هادو. فهاد العصير ديال الحامض ما غاديش يخلط لينا هاد الوصفه هذه. فهنا باش غادي نخلطوا هاد المكونات هادو غادي نحتاج البنات كيف ما غادي تلاحظوا معايا الماء الورد. هو باش غادي نخلط هاد المكونات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كنحتاج الماء الورد. غادي نبقى نضيفو هكا البنات شويه بشويه وانا كنخلط. ما غاديش تضيفوها البنات يعني هكا بدفعه واحده، غادي تضيفوها هكا تدريجيا وانتم كتخلطوا في الوصفه حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي كيكون متجانس. القوام ديال الوصفه كيكون يعني على شكل كريم كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو من بعد ما كتخلط معنا الوصفه. غير حاولوا البنات انكم تخلطوا مزيان باش هكا دوك المكونات ينسجموا لكم مع بعضياتهم. وبقاو ضيفوا ماء الورد هكا تدريجيا غير بشويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي كيكون كريمي. ماء الورد البنات راه غزال بزاف في البشره، كيزول لينا الحروق ديال الشمس وكيعالج لينا الحب الشباب. راه البنات الا كنتو كترشوا على البشره ديالكم يوميا قبل ما تنعسوا راه غادي يكرم لكم الحبوب اللي كيكون عندكم في البشره ديالكم، غادي يزول لكم ليطاج وكيخلي البشره الرطبه وكيخلي فيها واحد اللمعان اللي هو غزال بزاف البنات. حاولوا انكم يوميا البنات انكم ترشوا على البشره ديالكم قبل ما تبغيو تنعسوا، راه كيعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه. وخلاص البنات الا كاع كتجربوا هكا الوصفات وكتهلاو في ريوسكم في البشره ديالكم راه ما نقولش لكم البنات راه غادي تولي البشره ديالكم غزاله بزاف. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما كنخلط هاد المكونات ديالي كيكون القوام ديال الوصفه بهذا الشكل هذا. فمن بعد ما كتخلطوا المكونات ديالكم جيدا حتى كيولي القوام ديال الوصفه بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو، غادي تطبقوها البنات على الوجه ديالكم اولا على الجسم ديالكم بالكامل. غادي ديروها البنات في الدوش فاش تبغيو تدوشوا، غادي ديروها على الجسم ديالكم بالكامل وغادي تخليوها هكا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على الجسم ديالكم. وبالنسبه للوجه غادي تخليوها البنات نصف ساعه. وغادي تبقاو تداوموا البنات على هاد الوصفه هذه هكا غير 2 مرات في الاسبوع وراه غادي تشوفوا يا البنات الوجه ديالكم والجسم ديالكم كيفاش غادي يولي. غادي تصفي لكم البشره ديالكم والجسم ديالكم بالكامل من اي حاجه كانت فيها البنات. غادي تزول معكم بهاد الوصفه هذه والا طبقتوها بنفس الطريقه كيف ما شاركتها معكم راه ان شاء الله باذن الله غادي تولي البشره ديالك ما شاء الله. وكل شيء غادي يسولك على السر وشنو كتستعمل البشره ديالك. فبلا ما تعكزوا البنات نوضوا دابا الا عندكم هاد المكونات هادو نوضوا دابا وجربوا لي هاد الوصفه هذه وداوموا عليها البنات كيف ما قلت لكم 2 مرات في الاسبوع. وبالنسبه كيف قلت لكم الا غادي تدوشوا غادي ديروها للجسم ديالكم بالكامل وغادي تخليوها هكا 15 حتى ل 20 دقيقه وغادي تغسلوا البنات. راه ان شاء الله باذن الله غادي تعطيكم نتائج اللي هي مرضيه وناجحه 100%. وإلا صاوبت البنات كميه اللي هي كثيره كيف ما قلت لكم راه غادي تحتفظوا بها في الثلاجه. غادي ديروها في شي بواطه هكا كتسد او الليل ما عندكمش بواطه غديروا هكا زلافه وتغطيوها. ضروري ان الوصفه تغطى البنات وغادي تحتفظوا بها في الثلاجه وغادي تبقاو تستعملوها ليا البنات هكا حتى كتسالي معكم وغادي تعاودوا تصاوبوا كميه واحده اخرى. وكنصحكم البنات انكم تجربوا ليا هذه الوصفه هذه كنتمنى انها ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم كيف العاده ما تبخلوش عليا حبيباتي من اللايكات ديالكم هكا كتشجيع وتبارطاجيو لا فيديو مع حبابكم اخوتكم مع اي واحد يعني محتاج لهاد الوصفه هذه باش حتى هو يستافد وحتى هو يشكرني على هاد الوصفه هذه. خليت لكم الراحه الغزالات ديالي الى فيديو قادم. بسلامه.